السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي، وفيديو بقى طارئ يعني بعد اعلان اكتتاب فتنس برايم، وقبليه اعلان اكتتاب الخليجية الكندية، وقبليه اعلان اكتتاب النيل للأدوية. الناس بقى عندها فوبيا من الاكتتابات من ساعة اكتتاب من ساعة اكتتاب بريميوم هيلث كير واللي عمله في الناس. طيب انا لازم اوضح لك ان اكتتاب بريميوم هيلث كير ده كان حالة خاصة. ليه؟ لان كان الاكتتاب ضخم جدا، 28 سهم لكل سهم، فمن المتوقع طبعا ان السهم ينزل اول ما اعلان الاكتتاب. ليه؟ لان السهم هينزل بدرجه كبيره جدا، والاسهم اللي هتنزل هتبقى كتيره جدا، ومهما كان الميكر بتاعه مش هيقدر يستوعبها. فهينزل السعر بتاع السهم وهيحصل فيلم. وانا عمال اقول اهو من دلوقتي، ومن ساعه ما السهم بريميوم هيلث كير جري في الاسبوع اللي فات، وقلت ان هو دي جري عشان ان هو يمتص الاسهم لما تنزل، وان الاعلان كده قرب جدا. ممكن يبقى كان ممكن يبقى الاسبوع ده على النهارده، بس ما اتعلنش، فممكن يبقى الاسبوع اللي جاي، او بالكتير جدا جدا الاسبوع اللي بعده. فمهما السهم جري ده ما يخليش واحد جديد يدخل، عشان ممكن يلبس في الحيط. طيب نرجع لاكتتاب فتنس برايم، واكتتاب الخليجيه الكنديه، واكتتاب النيل للادويه. هنستثنى النيل للادويه من الموضوع، لان النيل للادويه من الشركات اللي عدد تداولها قليل جدا. السهم يعني تحت سيطره ميكر يعني مسيطر عليه، وهو على كل اسهم المجال ده، القطاع الطبي، قطاع الصيدله الحكومي كله، منفيس، العربيه، اسكندريه، القاهره، كل دول ممسوكين بقبضه من حديد. يعني الافراد اللي في الاسهم دي قليلين جدا. فيعني نستثنى نيل من الادويه، لان الكتاب ده كده كده ناجح، وكده كده هيعمل بروفيت كويس. ولو انت عندك هو طبعا كتاب مش كبير، تقريبا تلتين راس المال، فانت لو عندك فلوس عايز تسيبها في اكتتاب، وكده كده هيعود عليك بارباح، وهتبيع ان شاء الله بمكسب 50% على اخر السنه، كتاب النيل للادويه ارشحه لك بكل قوه. طيب اكتتاب فتنس برايم وكتاب الخليجيه الكنديه. اكتتاب الخليجيه الكنديه هو سهمين ونص لكل سهم. طبعا السهم انتقل للقائمه المتوسطه النشاط من القائمه د، وغريب جدا ان الخبر بتاع الاكتتاب نزل قبل اكتتاب الانتقال للقائمه المتوسطه النشاط، والناس كلها استغربت. فالموضوع غريب جدا. ومعرفش هو ليه اتعمل كده، بس يعني انا مش مستريح اللي هو يعني ترتيب اعلان الاخبار، لان في الاول كنا المفروض نقول ان هو داخل القائمه المتوسطه النشاط الاول، وبعد كده نقول ده والله اتوافق على الاكتتاب بالشروط الفلانيه. لكن لو السهم لو كان خبر الانتقال للقائمه النشطه كان نزل الاول، كان السهم صفر يوم او يومين، او على الاقل يوم ونص. يعني يوم، واليوم الثاني جاب ال 20% الثانيه، وبعد كده بدا ينزل. وانا كنت قلت قبل كده، لو انت مش عايز تصبر في السهم، بيعه وابقى ارجع له تاني بعد اعلان خبر الاكتتاب لو انت عايز تخش الاكتتاب. طيب ال ايه الوضع دلوقتي؟ السهم فعلا جاب بال 20%، 4 جنيه 84 قرش، وبعد كده نزل منها، ونزل كمان النهارده تحت ال 4 جنيه. الميكر طبعا يعني هو نفسه مجمع طبعا كميات كبيره جدا، وباع منها كميات كبيره على 64 و74، والهوجه اللي حصلت مع الخبر الانتقال للقائمه دال، من القائمه دال. ولكن خليني اقول حاجه، في سواء في الاكتتاب ده او في اكتتاب فتنس برايم، الناس عماله تقول اكتتاب خليجيه واكتتاب الفتنس، والطلعه بتاعتهم طلعه تصريفيه. طب ما يا حبيبي طبعا طلعه تصريفيه، يعني ايه؟ يعني هو ده يا جماعه. هو الواحد طلع في كام فيديو قبل كده، قال ما تشتريش السهم وهو بيجري، ما تضربش على خبر انت مش متحمل نتائجه بعد كده. يعني ايه؟ يعني انت مثلا انت داخل خبر اكتتاب على فتنس برايم، او خبر اكتتاب على الخليجيه الكنديه، لا، او كان قبل كده على بريميوم هيلث كير. انت لما بيعلنوا خبر الاكتتاب، الخبر ده بيبقى معروف. يعني احنا مستنيين من زمان خبرين، اللي هم خبر الانتقال من القائمه ده للقائمه النشطه او متوسط النشاط، وتاني حاجه اعلان ميعاد الاكتتاب. اول قاعده في الاستثمار، او من اوائل القواعد، اللي هو اشتري على الاشاعه وبيع على الخبر. فالناس عماله مستنيه الخبر ده من زمان، والميكر والناس اللي بتفهم عمالين يجمعوا من زمان على اسعار 93 ولغايه 4. لما الخبر نزل رسمي، ده بيبقى يوم بيع يا حبيبي. ده لما انا انزل لك خبر بقى ان الاكتتاب ده كويس على المدى المتوسط، ما تشتريش في نفس اليوم. انت تشتري في السهم وهو بيجري ليه؟ ما كان مرمي يا حبيبي قبل كده. ما انت لما تشتريه وهو بيجري، الناس اللي كسبانه واللي كانت بتجمع فيه على مدار وقت طويل هتبيع عليك. حتى لو السهم هيرجع يعدي النقطه العليا اللي انت اشتريت فيها، وترجع تكسب تاني، لكن هتتحبس شويه محترمين. لان في وقت الجري ما تشتريش ابدا والسهم بيجري، حتى لو السهم ده كويس، الا في حالات
قليله جدا، زي انا كنت ذكرتها في بوست كده، امتى حالات قليله جدا. لو انا زي ما انا مثلا عملت امبارح، اشتريت في فيتنس برايم وهو بيجري، ليه؟ لان انا معايا منه، فاشتريت اول الطلعه عشان اعمل زي الزيرو، لو السهم ما فيهوش زيرو ابيع من المتساوي، طب لو السهم فيه زيرو ممكن تعمل زيرو. وده اللي لبسهم الخليجيه الكنديه، لما الناس طبعا كلها اشترت على انها تعمل مصلحه في الزيرو، لما انتقل للقائمه النشطه، وبعد كده نزل في اخر الجلسه وكمل نزول كمان يوم الخميس. فالاكتتابات، الخبر لما بيعلن ده بيبقى خبر ايجابي للشركه على المستوى المتوسط والطويل، ان الشركه هتعمل اكتتاب وهتلم فلوس وهيحصل جيمه في الاكتتاب وحق الاكتتاب، وبعد كده لما الاسهم تنزل يحصل جيمه، فده خبر ايجابي على المستوى الطويل. ولكن خبر ايجابي في يومها لا، هنا هتطبق قاعده اشتري على الاشاعه اللي هي كانت اشاعه موجوده قبل كده، وبيع على الخبر. لما الخبر ينزل رسميا الناس بتبيع مش بتشتري، الناس بتبيع مش بتشتري. ولو بتشتري يبقى انت بتشتري وباصص لقدام 3 شهور و6 شهور، مش بتشتري في اعلى نقطه وتيجي تقول لي انا اشتريت فتنس على 177 ابيعه على كام؟ انت اشتريته على 177 ليه؟ مين اللي قال لك اشتريه على 177؟ ده حتى احنا لما كنت بتسال بقول ان الفتنس كل لما بيطلع بيخبط في 180 وينزل، فلو عدى ال 180 هتفتح معاه. لكن طبعا هو ميكر ابن الذين غدار، يعني بعد ما طلع وصفر قرب ال 178 اللي هي 178، صفر قبلها يوم على 162 وصفر ثاني يوم، وبعدين فك التصفيره وبدا ينزل لغايه ما نزل النهارده قرب تصفيره الداون على 154. طبعا بيبيع، بعلك فوق بيرجع بقى يشتري. يعني النهارده كان واضح ان هو بيشتري تاني على 154 و157 و158، وهو داخل بفيها الشراء فيهم، والا كان السهم دون. لكن هو بيشتري، ولكن اللي باعه فوق بيشتريه تحت. هو بيعمل مصلحه في ال 20 قرش دول، بيكسبهم، يقلل متوسطه ويكسب من التريده، ويرجع يطلع تاني يجري تاني. وصراحه السوق مليان، انا اسف في الكلمه يعني، مليان مغفلين. كل لما السهم يجري تلاقي الناس بتشتري وهو بيجري. يعني الناس ما بيحصلهاش فعلا نشوه للشراء غير هو بيجري. وفعلا دي نظريه معروفه في الاقتصاد، نظريه اسمها الفومو او فير اوف ميسنج اوبورتيونيتي او فير اوف ميسنج اوت، ان انت خايف الفرصه تضيع منك. شايف سهم بيجري فانت بتجري وراه، والناس كلها بتجري، ويحصل تدافع للشراء. وطبعا في الوقت اللي السهم بيجري الجاريه دي، حتى لو صفر 20%، يعرف ان هو مصفر لك النهارده عشان يصطاد الناس بتوع بكره الطمعانين في التصفيره اللي بعدها. يعني المفروض كل يوم يعدي عليك في السوق تعرف او تقدر تفرق ما بين الفخ اللي بيتعمل لك ده، وما بين ان انت امتى تشتري. الشراء في الهدوء، الشراء في الهدوء. دايما يقول لك البيع على انغام الموسيقى، والشراء على دوي المدافع. يعني لما يكون في اخبار وحشه واخبار سيئه والدنيا مش حلوه ومش عارف ايه، تصطاد كده الاسهم اللي انت عارف انها قيمتها كويسه وتشتري فيها في الوقت المناسب. ولما تكون الدنيا وردي والدنيا الناس كلها بتسقف والناس كلها بتديك مستهدفات قادمه رهيبه والدنيا هتطلع وتبقى زي الفل، دايما اعرف ان وقت البيع بدا وتبدا تبيع على اجزاء. انا من الناس اللي معايا فيتنس برايم، زي ما الناس سالتني، وناس طبعا اسف في الكلمه طبعا مغفلين برضو، الناس يقول لك انت داخل تصرف على الناس. انا اصلا انا فاتح الحساب بتاعي على سندر مفتوح قصادكم، واكتر سهم معايا هو فيتنس برايم، وقايل ان انا بجمع فيه من زمان، وقايل ان انا معايا من 130 وما تحتها، وعملت تريدات كتير جدا فيه. وقلت ودخلت وقلت امبارح ان انا بعت على 162 لما صفر في الاول، وبعت تاني يوم على 178، ورجعت اشتريت تاني على 159 و100 حاجه و60، وخدت حته صغيره على 154. ليه؟ انا مقتنع بالشركه دي دلوقتي، فانا داخل فيها وداخل اعمل فيها تريده، سواء تريده سريعه وجزء الاكتتاب، اخش الاكتتاب بجزء محسوب من المحفظه، زيها زي الخارجيه الكنديه، زيها زي بريميوم هيلث كير. اي نعم انا معايا فعلا اسهم كتير دلوقتي مضاربات، ومش ماشي على قاعده تقسيم المحفظه. ان شاء الله انزل لكم فيديو تقسيم المحفظه بكره او بعده. ولكن انا عندي زي ما بقول لكم اسهم اللي هي البارده في محفظه تانية، فيها مصر صناعه الكيماويات، وفيها مصر الجديده، وفيها مين تاني، وفيها النيل للادويه. الاسهم دي من الاسهم الثقيله خالص اللي بتبقى اسمها عصب المحفظه، ودي تقريبا عندي 40 او 50% من المحفظه. وباقي المحفظه اللي على سندر دي تعتبر محفظه اللي هي الحاجات المتوسطه الخطوره والحاجات عاليه المخاطر. و100 ومليون و100 مليون ومليار، اوعى يا حبيبي تحط فلوسك في سهم واحد او سهمين، واوعى تحط اكتر من 15% في سهم مضاربه. وال 15% دول يا 5% يا 10% لو انت مبتدئ. اوعى تقرا توصيه لواحد مهما كان على اي سوشيال ميديا
على اي حته، مدير حساب، مدير بدنجان، ابوك قال لك خش السهم ده عشان ده سهم انفجاري انتحاري هيعمل 100% و200%، حتى لو بقول لك السهم ده كويس، السهم ده توصيه تاخدها من اي محلل، تعديها على الفلتر، تقسم المحلل ده اصلا كويس ولا لا، كلامه بيتحقق ولا لا، مصداقيته عامله ايه، خلاص ماشي عدى من الفلتر الاولاني يخش على الفلتر الثاني، السهم ده ايه، السهم ده مضاربه، عالي المخاطر، متوسط المخاطر، سهم استثماري، اشوف في انهي كاتيجوري، خلاص تعالى يا عم انا خلاص هنفذ التوصيه دي، خلاص خدت السهم، عديت الاول على المحلل شفته ده بيقول ايه وبيعمل ايه، تاني حاجه صنفت السهم ده في انهي كاتيجوري من كاتيجوري المحفظه، تالت حاجه هحطه بنسبه كام وهشتري على كام مره وهشتري امتى، 5 حاجات قبل ما تنفذ التوصيه. لكن تروح تقرا توصيه اثناء الجلسه، دكتور محمد اللي هو انا كاتب الحكيم الاقتصادي اوعى اكتب فتنس برايم اكتتاب كويس على المستوى المتوسط، ايه ده انا معايا كام، معايا مليون جنيه، خش يابا عبي فتنس برايم على الاب، وتقول انت لبستني، انت دخلت لي السهم، لبستك في ايه، لبستك في ايه، افهم افهم، لازم يكون هنا في ميزان بيوزن الاول قبل ما تنفذ توصيه اي بني ادم. اي بني ادم يقول لك توصيه عديها على ده الاول وبعد كده روح نفذها. انا بقول لك حتى انا بقول لك انا اللي انا فكرتي او اللي انا مقتنع بيه او اللي انا بنفذه لنفسي، او انا لو معايا فلوس هنفذه لنفسي، او اللي انا انصح بيه حد بحبه او حد عايز له الخير، اللي انا بقوله اللي انا بكتبه بالظبط بدون اي تجميل وعلى فكره برد على الناس في التعليقات عادي خالص، واللي بيبعت لي على اليوتيوب برد عليه عادي خالص، والناس اللي بتتجاوز 99% ما بردش عليها، لان هم دول ناس تعبانين في دماغهم، يا اما ناس يعني مأجورين لحساب ناس تانية، يا اما ناس دماغهم تعبانه. فالواحد ما يعني العناء اللي انا ارد عليه ده عناء كبير بالنسبه لي، ارد فيه على واحد اعلمه حاجه اللي انا اعرف من اللي انا اعرفه اسهل وابرك بكتير. بس كده التوصيه النهائيه للاكتتابات الثلاثه، لو انت عندك فلوس عايز تركنها شويه 3 ل 6 شهور خش فيهم انا عن نفسي مقتنع ان احسنهم هيكون النيل للادويه، بعديه الخليجيه الكنديه، وبعديه فتنس برايم في ترتيب الاكتتابات من الحلو من الحلو للاسوء. اشوفكم على خير، يلا سلام عليكم.